هنا حضراتكم الأرباح اللي المفروض كانت تتبعت لي يوم 21 وتم الدفع بالفعل يوم 21 ليوم 25 ووصلت للبنك، ولكن يوم 26 جات لي رسالة قالت لي فشل في الدفع ورجعت تاني الأرباح مكانها تاني، وجات لي رسالة بتقول لي برجاء تحديث العوايد بتاعتك يا إما تدخل أي بنك آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ بالصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. موضوع النهاردة يا جماعة مهم جدا. موضوع النهاردة بيتكلم عن أرباح الفيسبوك اللي المفروض إن أنت كنت تستلمها في آخر شهر 5، وبيتكلم كمان عن القيمة الصغيرة اللي هي أقل من جنيه اللي كان المفروض جوجل أدسنس يبعتها لبنك مصر، وبنك مصر رفض إن هو يستقبلها أو بالمعنى الأصح إن هو مش هينفع يستقبل أقل من $5. النهاردة حضراتكم ملايين أو كذا مليون مننا وأنا واحد فيهم بنتعامل مع بنك مصر عشان خاطر نستلم الأرباح من المحتويات بتاع السوشيال ميديا، زي حضراتكم مثلا أرباح اليوتيوب أو أرباح الفيسبوك. حصلت الأيام اللي فاتت أو الشهور اللي فاتت ومازال ملايين متعلقين بسبب الموضوع دوت على موضوع تفعيل حساب البنكي مع جوجل أدسنس بعد ما اتغيرت الأحوال وبقي الاستلام الأرباح بالجنيه المصري مش بالدولار زي الأول، ولكن بنك مصر بيستقبل بالدولار عادي مفيش أي مشكلة خالص. طيب إيه اللي حصل؟ أنا دلوقتي حضراتكم هنسيبنا من موضوع جوجل أدسنس لأن بيقولك إن ملهاش حل تاني غير إن حضرتك تسيب البنك المصري وتروح تعمل في أي بنك تاني زي الأهلي، اسكندرية، أي بنك تاني هيحللك المشكلة بتاعتك، لأن بنك مصر مش هيحللك مشكلتك. طيب ده بالنسبة لليوتيوب. طب بالنسبة حضراتكم لميتا فيسبوك، محتوى الفيسبوك ناس كتيرة جدا عاملة صفحة على الفيسبوك وبتحقق منها أرباح، فطبعا الحساب بتاعهم أو الأرباح بتاعتهم بتبقى بالدولار ما بتبقاش بالجنيه المصري، لأن ميتا مختلفة خالص عن جوجل أدسنس. تمام؟ طب هل في مشاكل حدثت أثناء التحديثات اللي حصلت الشهور اللي فاتت ما بين بنك مصر وميتا أو فيسبوك؟ قال لك لأ مفيش أي مشاكل خالص. طيب حضراتكم دلوقتي حصلت مشكلة كبيرة جدا وكان سببها بنك مصر. حضراتكم دلوقتي في أرباح كان المفروض إن هي تدفع من ميتا أو فيسبوك يوم 21/5/2025 وهتتم الدفع بتاعها، والمفروض إن هي توصل لبنك مصر يوم 24 أو 25 في الشهر. يوم 26/27 المفروض ان حضرتك تستلم الفلوس بتاعتك في الفيزا بتاعتك او في البنك اللي انت تابع ليه اللي هو بنك مصر. اما بالنسبة للناس اللي في البنوك التانية استلموا فلوسهم مفيش اي مشكلة. طب ايه المشكلة اللي حصلت عندنا؟ لما حضراتكم تم الدفع يوم 21/5/2025 يوم 24 او 25 تمام، المفروض ان الرسالة او الفلوس وصلت لبنك مصر. لينا حضراتكم ظهرت رسالة وبتقول فشل في الدفع برجاء تحديث بيانات العوايد اللي هي خاصة بالبنك. طب ما حضرتك أنا لسه مستلم أرباح ما كملتش حوالي شهرين أو 3 أو 6 شهور، ولسه كمان مستلم حضرتك أرباح بالدولار بردك من حوالي 15 يوم أو شهر فات، لما حضراتكم جوجل أدسنس جمعت الفلوس اللي هي زيادة عن $25 وراحت بعتتها على البنك مش بالجنيه المصري، وحضرتك بنك مصر استلمت الفلوس ووصلت ومفيش أي مشكلة خالص. طب إيه المشكلة اللي حصلت؟ لما حضراتكم دلوقتي الفيسبوك يتم الدفع بالفعل والمفروض إن الفلوس تكون وصلت لبنك مصر يوم 25 وأنا استلمها، ليه حضراتكم فشل في الدفع؟ ايه المشكلة؟ هل حضراتكم في مشكلة بين بنك مصر وبين الحساب الدولاري؟ قلت لا الموضوع مش هينفع كده ولازم نشوف حل. ده الفلوس رجعت تاني للفيسبوك وانا كنت منتظر الفلوس ديت عشان خاطر هتحل لي مشاكل كتير، وبالنسبة لملايين من الناس نفس الكلام. فطبعا حضراتكم تعالوا نشوف الفيديو الاول وبعد كده حضراتكم نرجع نكمل كلامنا تاني، لان انا هتصل بخدمة العملاء وهتصل ببنك مصر عشان يحلوا المشكلة ديت ليا والملايين للناس. تعالوا حضراتكم نشوف الفيديو. طيب هنا حضراتكم ادي صفحتها على الفيسبوك ومجموعة الادوات. ضغطت على الصفحة بتاعتي اللي انا بحقق منها الارباح. بسم الله ما شاء الله عندي 159,000 متابع
اتشرفت بيهم. هنخش هنا نتكلم عن الارباح. تمام، زي ما انتوا عارفين حضراتكم الارباح بتيجي من عن طريق الليرز وبتيجي من عن طريق المحتوى. هنا حضراتكم الارباح اللي المفروض كانت تتبعت لي يوم 21 وتم الدفع بالفعل يوم 21 ليوم 25 ووصلت للبنك، ولكن يوم 26 جات لي رسالة قالت لي فشل في الدفع، ورجعت تاني الأرباح مكانها تاني، وجات لي رسالة بتقول لي برجاء تحديث العوايد بتاعتك يا إما تدخل أي بنك آخر. فطبعا حضراتكم أنا عملت تحديث للعوائد بتاعتي طبعا باسم البنك وهو بنك مصر، ودخلت اللي هو الحساب البنك الدولي زي ما موجود عندي من البداية، مع ان انا اساسا استلمت منهم ارباح قبل كده على نفس البنك وما كانش فيه اي مشكلة خالص. تمام، وطبعا زي ما انتم شايفين عملت التحديث وطلب مني ان انا انتظر ليوم 29/5/2025 وانا في الانتظار دلوقتي. فطبعا المشكلة دي حضراتكم أثرت في الواحد جامد جدا، يعني بعد ما الأرباح بتاعتك تتبعت يوم 21 ويقول لك تم الدفع وخلاص يوم 25 أو 26 تستلم الأرباح، في الآخر يقول لك فشل وترجع للفيسبوك تاني. وده حضراتكم كان قدامكم. وبعد حضراتكم طبعا ما شفنا الفيديو هنا حضراتكم قررت انا ان انا اتصل بالدعم او اتصل ببنك مصر اشوف المشكله ايه. هل دلوقتي اقفل حسابي اللي هو تابع بنك مصر واروح افتح حساب تبع بنك الاهلي او تبع بنك اسكندريه او اي بنك اخر يستقبل بالدولار من غير ما يعمل لي اي مشاكل؟ ولا حضراتكم بنك مصر في مشكله في السيستم وهيحلها؟ ما مش معقوله هيخسر ملايين من العملاء عنده عشان خاطر ان هو مش عايز يستقبل بالدولار. ازاي؟ ما هو بيستقبل بالدولار العادي. طبعا ما حدش فاهم حاجه، لكن اللي حصل معايا ده حصل بالفعل. المهم حضراتكم رحت متصل على بنك مصر، رد عليا مشكورا موظف محترم جميل اسمه الاستاذ محمد بارك الله فيه تبع بنك مصر. سألني ايه مشكلتك؟ قلت له حضرتك مشكلتي 1 2 3 4، وكان المفروض ان انا استلم الارباح ديت يوم 26 يوم 27 في الشهر، ولكن حضرتك بنك مصر رفضها ورجعت تاني لحساب ميتا على الفيسبوك. فحضرتك ايه المشكله؟ هل في حضرتك مشكله تخص بنك مصر بينها وبين الحسابات الدوليه؟ هل حضرتك نسيب او نقفل حسابنا في بنك مصر ونتجه الى بنوك تانية نستقبل فيها حسابنا، ولا نستنى حضرتك؟ لان مش انا بس اللي عندي المشكله، في ملايين من الناس تانية عندها نفس المشكله. هل نستنى حضرتك ان انتوا تحلوا المشكله ديت في اقرب وقت ونستقبل الحساب بتاعنا؟ قال لي ايه المشكله اللي حصلت؟ قلت له المشكله ان الفلوس اتبعتت ورجعت تاني. قال لي فشل في الدفع في الوقت المفروض استلم فيه الفلوس، وحضراتكم طلب مني ان انا احدث بيانات البنك او اضيف بنك تاني غير البنك دوت. فطبعا حضراتكم انا اختياري ان انا بحب بنك مصر ومش عايز ان انا اخرج من بنك مصر لان انا ارتحت له من زمان. فطبعا حضراتكم رحت دخلت على تحديث البيانات لبنك مصر ورحت مسجل بالاسم الرباعي وبرقم الحساب الدولي، وفعلا دوست ارسال. بعتت لي رساله فوريه بعد ما كانت فشل، قال لي تم التحديث وبرجاء الانتظار لغايه يوم 29/5/2025. وهنا هيبتدى الفيسبوك يوم 29 يبعت الفلوس تاني لبنك مصر. فطبعا حضرتك قلت له طيب حضرتك الفلوس لما تتبعت تاني هل هترجع نفس المشكله تاني، ولا حضرتك ايه اللي هيحصل بالظبط؟ انا خايف ان الفلوس تتبعت من الفيسبوك ويرجع نفس المشكله تاني ويقول لي فشل. قال لي لا يا فندم ما تقلقش من اي حاجه خالص، بنك مصر ما فيش اي مشكله نهائيا بينه وبين اي حسابات خارجيه وبيستقبل بالدولار عادي، ما فيش اي مشكله نهائيا. فحضرتك طالما ان انت عملت تحديث البيانات بتاعه البنك فانتظر حضرتك ليوم 29 او يوم 30، المهم في ايام عمل، وان شاء الله الفلوس بتاعتك هيستلمها بنك مصر عادي خالص وما تقلقش من اي مشكله خالص. قلت له طب يا فندم خش طبعا الحساب بتاعي يكون في غلطه في بتاع في حاجه زي كده يا راجع معايا الحسابات. فعلا راجع معايا مشكورا الموظف المحترم الجميل وقال لي يا فندم حسابك مظبوط مفيش اي مشكله خالص، لكن هي المشكله ديت بتخص السيستم والتحديثات وكلام من دوت. فما تقلقش يا فندم ان شاء الله يوم 29 او يوم 1 في الشهر باذن الله تتبعت الفلوس بتاعتك وهتستلمها ومفيش اي مشكله خالص بين بنك مصر وبين الحسابات الخارجيه او الاستلام الارباح بالدولار. وطبعا ده كان فيديو النهارده، ومشكورا لبنك مصر ان هم طمنونا ان هم هيحلوا مشكله فشل الدفع بالنسبه لميتا فيسبوك،
ولكن برجاء المسؤول عن مصر يحل كمان مشكله جوجل ادسنس، ويخلي ملايين من الناس ترجع تاني لبنك مصر ويبقوا سعداء معاهم، لان حضراتكم بتقابلوا بطريقه كويسه جدا وبتحلوا مشاكلنا بطريقه كويسه جدا. فيا ريت حضراتكم تحلوا لنا كمان مشكله جوجل ادسنس، ويا ريت كمان تحلوا لنا المشكله اللي هي بتاع التحديث او بتاع فشل الدفع في الفيسبوك. وكده وصلنا لنهايه الفيديو، وكان مع حضراتكم اخوكم هاني الشريف اتش. عندي صفحه على الفيسبوك والحمد لله رب العالمين عندي 159 ألف متابع، متشرف بيهم وهم اللي بيدعموني ان انا اكمل في المحتوى. وعندي حضراتكم على اليوتيوب قناه هاني الشريف اتش، ويا ريت حضراتكم تدعمونا بالاشتراك وتدعمونا باللايك وتكتبوا لنا رايكم في التعليقات، وما تنسوش حضراتكم تصلوا على الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.